السلام عليكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل مع بعض الصوبيا. الصوبيا فريش من غير اي اطعمه، من غير اي اضافات، من غير اي حاجه، طبيعيه جدا جدا. هنا حطيت لتر ميه عليهم مجين جوز هند مبشور، كانت عندي من رمضان، فقلت استغلهم بما ان الدنيا حر وبنحتاج سوائل كتير ونشرب عصاير كتير، فقلت اعمل حاجه طبيعيه. لما حطيت المجين الكبار جوز الهند لقيت الميه شويه، فزودت كمان نص لتر ميه، يعني لتر ونص ميه عليهم مجين كبار جوز الهند. هسيبها على النار تغلي، واول ما توصل لمرحله الغليان، هنا ساعه ما ضفت نص اللتر التاني، اول ما توصل لمرحله الغليان اللي هي تفور زي اللبن كده وتعمل بابلز كده من الجناب، هروح مغطياها واسيبها. مش هاجي جنبها خالص، هسيبها لامتى؟ لتاني يوم. يعني لو انا عملتها بالليل هسيبها لتاني يوم طول الليل. لو انت عملتيها اول النهار تغطيها وتشتغلي فيها اخر النهار. لازم على الاقل تفضل في الميه حوالي 4-5 ساعات. بعد ما بردت تماما بقى تاني يوم هجيب الخلاط بتاعي وهنزل بقى بشويه شويه كده واضربها في الخلاط ضرب ناعم، يعني احاول على قد ما اقدر اخلي جوز الهند ينزل كل الزيوت اللي فيها وريحتها تنزل في الميه، وهصفيها بمصفى ضيقه على قد ما اقدر. هبتدي بصوا انزلها كده بظهر المعلقه علشان انزل كل السوائل اللي فيها. هكمل بقى بقيه الكميه كلها. بصوا ريحتها فظيعه من غير ما اضيف لها اي حاجه. انت بقى حابه تضيفي لبن بودر، حابه تضيفي نكهات من بره، براحتك، بس انا عملتها كده فريش. بصوا الكميه قد ايه، عملت لي لتر جوز الهند، لتر صوبيا. هحط بقى اللبن بتاعي، لبن بخير ولبن عادي من بتاعنا، ضفت لها كوبايه ونص لبن علشان اكمل بقيه قيمتها الغذائيه. هحلي بقى السكر زي ما انت عايزه، حسب رغبتك بقى، عايزاها دلع، عايزاها حلوه زياده، براحتك. وكمان هضيف لها باكيتين فانيليا. هقلب بقى السكر ادوبه كويس جدا، وهضيف الفانيليا بتاعتي، واشربي احلى صوبيا جباره عمرك ما هتشتريها تاني من بره. بصوا الجمال، بصوا قوامها وريحتها جميله، ولا ضفت لها نكهات ولا ضفت لها اطعمه، طبيعيه 100%. جربيها، ما تنسيش تدعي لي دعوه حلوه وتعملي لي اشتراك وتسيبي كومنت عشان يفرحني. وسلام.